بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قلت يا جماعة في فيديو سابق نادي الزمالك يعني تعادل النهاردة مع نادي اوتوهو في مباراة كانت صعبة. كانت المباراة ممكن حرفيا الزمالك بيفلت النهاردة يا جماعة. المباراة كانت تنتهي 3 أو 4-1 للفريق ده. كان خطر النهاردة وهو عمل خطورة حقيقية النهاردة على دفاع نادي الزمالك. دفاع نادي الزمالك فيه مشاكل النهاردة يا كابتن معتمد جمال. شوف المشاكل فين، لان كان في مشاكل واضحه النهارده جدا في دفاع نادي الزمالك. ولكن المباراه وعدت، هو تعادل بطعم الفوز، تعادل بطعم المكسب النهارده نادي الزمالك يخرج بالتعادل، ده مكسب لنادي الزمالك. اعتقد وجهة نظري نادي الزمالك هنا هيرقعهم 2-3 بالراحه يعني. دي وجهة نظري. كل التوفيق لنادي الزمالك. طبعا بيلعب في الكونفدراليه، انا مش فيها. كل التوفيق لنادي الزمالك في الكونفدراليه ان شاء الله. ايضا النادي المصري بيتعادل النهارده مع شباب بلوزداد الجزائري. ولكن مباراة المصري اصعب. المصري النهارده كان بيلعب هنا في مصر على استاد السويس الجديد، اللي هو المفروض ان هو الاستاد اللي بيلعب عليه نادي المصري مبارياته. فماتش المصري اصعب جدا لانه هيروح يلعب في الجزائر. فمباراة المصري صعبة، كان المفروض المصري يفوز النهاردة عشان يريح نفسه. ولكن تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للمصري، تعادل بطعم الخسارة بالنسبة للنادي المصري النهاردة. أيضا النادي الأهلي هيلعب إن شاء الله بكرة الساعة 11 مساء، يعني أمام الترجي التونسي. مباراة صعبة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي، مباراة صعبة جدا. الترجي يا جماعة عامل مستويات كويسة جدا بالنسبة للدوري المحلي، وعامل أرقام تقلق بالنسبة لأداء النادي الأهلي. هل يتغير الأداء؟ هل يتغير الشكل؟ هل يكون في مردود؟ هل اللعيبة تطلع ترد وتقول لا احنا موجودين وطمنوا وما تقلقوش؟ الله أعلى وأعلم. أتمنى إن احنا نشوف الكلام ده، واللعيبة يعني تدينا أداء حتى لو مش هنفوز، بس نشوف أداء يا جماعة. نشوف أداء على الأقل يطمنا الفترة الجاية في الدوري. 6 ماتشات على حسم الدوري، الدوري لم يحسم بعد. 6 ماتشات. اللي عايز يفوز بالدوري يفوز 6 ماتشات، يلعب ماتشات كأس. ده بالنسبة للدوري. دوري الأبطال يعني أتمنى المباراة تنتهي تعادل، وهنا في القاهرة إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بإذن الله.